مساء الفل. في الحلقة اللي فاتت عرفنا يعني ايه API وليه هو مهم. النهاردة هنبطل كلام نظري وهنفتح بوست مان اللي انا فاتحاه، وده التول اللي بنطبق فيها ال API، وهنتكلم مع بعض ازاي نبعت اول ريكوست ونشوف الرد هيجيلنا شكله ازاي. بس قبل كل ده خلينا اقول كام نقطة عن ال API. في البداية هو عبارة عن ميثود. الريكوست اللي انا ببعته بيبقى ميثود، في اكتر من ريكوست. الميثود دي بتبقى بوست جيت هنتكلم عنها مع بعض. تاني حاجة هو بروتوكول زي HTTPS، ومعايا كمان هو دومين يعني بيبقى فيه URL، وعندي body لو انت عايز تبعت حاجة في الريكوست ببعتها في البودي. خامس حاجة معايا ريكوست هيدر، فيه شوية تفاصيل، يعني ممكن اقوله انا باعت كذا في البودي خلي بالك. سادس حاجة فيه بارامتر، دي طريقة مختلفة عشان ابعت التفاصيل. طيب انا ببعت ريكوست، انا ببقى مستني الرد اللي هو ريسبونس. الريسبونس بيجي ممكن في بادي، في الهيدرز، يعني تفاصيل زي مثلا الاي بي اي خدت وقت قد ايه، حجم قد ايه، الكود، ودي اهم حاجه عندي. وطبعا بتختلف من حاجه لحاجه، يعني الستاتس كود في النهايه انا لو جايلي 200 اوكي كله تمام، 201 يعني created عايز ازود حاجة فتمام، 202 accepted، ودي زي ما بنسميها عيلة ال200، ودي عيلة زي الفل وتمام جدا. طيب عيلة ال400، 400 يعني bad request. طيب 401 unauthorized يعني الكلاينت سايد. طيب لو جالي 404 not found يعني في error. ده اهم حاجة في العيلة، طبعا في حاجات كتير بس احنا بنركز على المهم. طب عيلة ال500 دي يعني في مشكلة في السيرفر. 500 في مشكلة في السيرفر ايرور. 501 نت امبتيشن وفي مشكلة برضو. طيب هكلمكم عن الميثود. الميثود في الريكوست انا جهزت صورة زي ما احنا شايفين. اول حاجة عندي جيت، بستخدمها لو انا عايز ابعت داتا معينة من السيرفر، عايز اجيب معلومة. ومعايا بوست انا عايز اكريت حاجة جديدة، انا اللي عايز ادخل اليوزر نيم وانا اللي عايز ادخل الباسورد، فيجي لي تمام 201 كرييتد يعني انت دخلت معلوماتك كله تمام. تالت حاجة معايا بوت، دي لو انا عايز اعمل ابديت على داتا موجودة عندي، بس بستبدل كل حاجة. ليه؟ هتقولي ايه الفرق بينها وانا شايف ان الباتش برضه ابديت. هقولك ان الباتش بتابديت لفاليو معينة، مثلا البرايس بس، يعني السعر بس، لكن بوت انا بستبدل كل حاجة حرفيا. واخر معانا الديليت، دي انا ببعت له اي دي معين لكذا ويمسح، وكله بيكون زي الفل. في بقى سؤال قلنا المرة اللي فاتت، خلينا نجاوبه مع بعض. ليه انا بعمل تيست للاي بي اي؟ هيفيدني بايه؟ اول حاجة انا بتأكد ان الباك اند شغال صح، بتأكد من الريكوست ان مفيش هاكر يقدر يهاك البيانات ولا يعمل عليها اوفرلود. يعني انا تمام عملت اليو اي اللي هي الفرونت، طب الباك بقى انا عايز اتاكد ان الباك اللي كاتب بالباك اند انت كاتبه صح وكل حاجه تمام. ده انا بعمل له تيست اي بي اي. تاني حاجه ان انا بكتشف البج بدري، بدل لسه مستنى الفرونت يخلص، لا لو في بج في الباك اند هتاثر على الفرونت فانا هكتشفها بدري. وكل ده طبعا كل ما اكتشف بدري زي ما احنا متفقين ايه بيوفر عليه السعر والوقت وكل حاجه. تالت حاجه ممكن يكون سيستم من غير يو اي اصلا، يعني في سيستم بيشتغل باك بس مفيش يو اي. حد يقولي زي ايه؟ هقولك زي مثلا امازون والبنك. دلوقتي انا عايز اختبر، فعايز اعمل ميثود عشان تسوق الكتروني، الاي بي اي بيختبر. تمام. امازون مثلا بيستخدم اي بي اي البنك اللي بيكون عامله ومن غير يو اي. مين اللي بيعمل يو اي؟ الموقع اللي هو امازون. طيب قبل ما البنك يسلم الاي بي اي بنعمل له تيستنج. يعني بكل بساطه انت بتحول فلوس لامازون، امازون بيسحبها من البنك، بين البنك امازون في ايه، في سيستم بقى وبيانات وكده، كل ده ايه ملهوش اي، انت مش شايف الكلام ده، هو باك اند. فانا عايز اختبر هل كل حاجه صح. طبعا انا بختبر للبنك كل حاجه صح. طب هل امازون ممكن يثق في البنك اللي بعتله؟ ممكن لا، فلازم برضه هو بيعمل تيست للاي بي اي اللي جاي.
يبقى بكل بساطة عشان اتأكد ان الباك اند شغال صح، عشان لو في بج بدري اكتشفها، وعشان لو في سيستم من غير يو اي هقدر اعمل له تيست. ولازم نجرب الاي اي على موقع حقيقي. بس عشان نبدأ معاك واحدة واحدة، انا نبدأها على موقع زي ديمو اللي هو فيك. هنا ده موقع اسمه بلاتسي فيك ستور، وهنا بيجيب لي بقى كل حاجة. هنا البرودكتس، هنا الجيت ده بيكون شكلها، وده الريسبونس ده بيقول لي انت لو دخلت ده اللي هيظهر لك. انا بطبق ده فين؟ انا هنا بطبقه في البوست مان. انا هنا عملت له امبورت، تمام، وهنا الجيت. تمام جدا، جاب لي كل اللي موجود. اهم حاجه بناخد بالنا منها هي الستيتس كود 200 اوكي، يعني 200 اوكي يعني كله تمام. بيبقى عندي تول انا بستخدمها وهي اشهرها اللي هي بوست مان. عندي تول كتير بس انا بستخدم بوست مان، بنعمل لها داونلود وكل بيبقى تمام. البوست مان ده بيبقى ايه؟ انا برن الاي بي اي بعيدا عن اليو اي تماما، يعني انا مش شايف اليو اي بتاع الموقع ده اصلا، بس انا عايز اعمل تيست للاي بي اي، فانا بعمل له من هنا رن اللي انا عملت سند. يبقى في البوست مان بقى انت بقى بيبقى عندك شويه حاجات في البدايه زي الورك سبيس، وتبقى عباره عن بروجكت وتعملها كرييت وبلانك وتسميها، ويبقى عندي كولكشن ده بيبقى عباره عن الاي بي اي. وزي ما احنا متفقين ده متغير، انا بدل ما اكتب كل مره HTTPS API كل ما اكتبه انا حطيته في متغير. هتقولي طيب المتغير ده بنحفظه فين؟ في الانفايرومنت. انا هنا بقول له عندك الفاريبل كذا وقصادها كذا، وهنا الاي دي كذا وقصادها كذا، بكل بساطه جدا. وممكن كمان عندنا هنا موقع جيسون بليس هولدر، ممكن برضو تجربوا منه ان انا ابعت في بوست مان ونشوف النتيجة. وبس كده، سلام.